السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا صورت لكم الفيديو ده عشان اقول لكم النهاردة او اوريكم حاجة محزنة في اسكندرية. الفيديو ده انا مش جايباه من المنظرة لبحري، بس يعني على الاقل بدأت معاكم الفيديو من سيدي بشر او ميامي. عايزة اوريكم شط اسكندرية اللي كان مشهور بان احنا لما بنتمشى على كورنيش اسكندريه كنا لازم نشوف البحر. خلاص. وفي اغنيه معروفه يعني من زمان: يا بنات اسكندريه مشوكم على البحر غيه. الغيه اللي هي المتعه ان احنا نتمشى على البحر. فكان زمان زي ما انتم عارفين كل ده كان شواطئ باينه وظاهره للمره، سواء على الرصيف او اللي ماشي بعربيه هيشوف البحر وهيشوف الشط وهيشوف كل حاجه. دلوقتي خلاص يعني البحر ما عادش موجود ولا تقدر تشوفه وانت ماشي على الطريق. وده امر محزن لما يكون مثلا ابتداء من المنتزه لحد بحري بالمنظر ده، يا اما كافيهات يا اما سور يا اما نوادي. طبعا حاجة حزينة، انا كاسكندرانية زعلانة جدا على المنظر اللي انا شايفاه ده. مفيش فرصة ان اي حد يتمشى. زعلانة عشان مش كل الناس بتقدر تقعد جوه، يعني في كافيهات جوه على الشط وفي اوتيلات عاملة ليها مقر على الشط، بس مش كل الناس معاها فلوس عشان تقعد جوه. يعني بصراحة الناس اللي هي البسيطة اللي بتقدر تقعد على السور ما عادش ده متاح ان هي لا تشوف البحر وتتمشى عليه، ولا تعرف تقعد على السور خالص. ما فيش حاجة زي كده خالص، زي ما انتم شايفين المنظر اهو. انا يعني بصور لكم الطريق طول ما انا ماشية عشان تشوفوا حتة بحر بس صغيرة ما لقيتهاش. والله الفيديو ده يعني انا صورته بالصدفة، بس انا فعلا زعلت ان انا يعني كنت زمان زمان بقى على ما افتكر كنت لما بعدي كده في الطريق ده كنت بستمتع بالبحر، بشوف البحر قدامي. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده مش شايفة البحر. هسيبكم كمان شوية هتشوفوا الطريق عامل ازاي وهتشوفوا بنفسكم. مفيش منظر للبحر تستمتعوا بيه وانتم ماشيين في اسكندرية.
عربيه كهرباء بجد والله، اللي هي دي لسه نازله كهرباء مش بتتعرف من ايه؟ يبقى بتشيل منين بقى؟ بالبطاريه. طب ديت بجد اوفر والله؟ طبعا. الشحنه بتاعتها واحده بتمشيك مش عارف 150 كيلو، لا مش مليون، مش 150 كيلو، 700 كيلو، فيعني مسافات حلوه يعني. انا اول مره اسمع عنها، احنا كنا في الاول مستغربين الغاز بس بعد كده كله بقى غاز. بس ما اعتقدش يعني ان يبقى فيها توفير صح زي كده. لا هيبقى في توفير جامد قوي، هيبقى في توفير في كميه حاجات مش عاديه اصلا. لا وتوفير في حاجات تانية بقى يا احمد، البنزين ده ولع اصلا، يلا مع السلامه البنزين، بس ما يبقاش سعرها غالي اكيد سعرها غالي، سعرها غالي عشان في البدايات. البدايات اللي لسه نازله دي تعمل لها كام؟ لا مش ما اعرفش، اسال على النت بقى.